ليش الرجل في شبابه بفرح لما يجي ذكور أكثر من الإناث، ولكن لما بكبر غالبا اللي بيهتم فيه الإناث، وحتى ولو تجوزت بضلها تهتم بوالديها. تتفق مع هذا الحكي ولا لا؟ والله انا ضد هاي الفكره. يعني انا بقول انه سواء اجى صبي ولا بنت، الحمد لله انه اول شيء بصحه كويسه وبخير وما فيش فيه اي مرض او شيء، هاي اكبر نعمه. وثاني انا يعني البنت ولا الولد هم مكملين لبعض، للاب وللام، سواء هم بشبابهم او بشيخوختهم، اثنين بكبروا بعض. هاي كانت فكره أنت قديمه. ما فرحت لما أجاك ذكر بالضبط، فرحت. أكثر من الأنثى؟ لا، نفس الفرحه. نفس نفس الفرحة؟ الفرحه طبعا. لانه ما بتميز؟ لا لا لا، لأنهم هم مكملين لبعض. يعني سواء الولد او البنت هم مكملين لبعض، هم بيعطوا الفرحه اساسا للبيت وللعيله، وبوجودهم يعني بيكملوا الفرحه لبعض. كانت هاي نظريه سبقت انه الناس تاخذ انه البنت هي اللي شؤم او مصروف كتير عليها، وممكن رح تتغلب في تربيتها او كذا. فهذا الحكي يعني مع الايام صارت انه عكست فكره الناس فيها، وصارت تقل. فصارت انهم عندهم انه البنت والصبي هم تقريبا. يكبروا الآباء بيلاقوا الاهتمام الزايد والأكثر من الأنثى أكثر من الذكر، برأيك ليش؟ سبحان الله، هي يعني البنت بحنيتها وطيبتها وقربها للام وكذا، بصير تعطف على الاب وتعطف على الاخوان، وبتكون هي اكثر حنيه من الولد نفسه. هيك سبحان الله الفطره يعني. هذه الفطرة. طيب شو اليوم بتقول لأبنائك لو شافوا هذا الفيديو بعد 10 سنين؟ والله بحكي لهم تكونوا ايد واحده، وكونوا دائما مع بعض، وما في فرق بينهم بين الاخ والاخت، ونكونوا دائما امشي، ونكونوا مع بعض والفه مع بعض. يعطيك ألف عافية.